الجزائر. انا كنفضل كاع ما نتكلم عليهم، غادي غير نخسروا هاد الندوه هادي اذا تكلمنا عليهم. هادوك ناس ما يسواوش، ما عندهم حتى شي احترام، حتى نقولوا عار الجار على جارو. هذه هي يقولوا الكلام في المغرب، عار الجار على جارو. هادو ما عندهم عار، ما عندهم ما عندهم حشومه، ما عندهم حتى شي حاجه، هما مغيرين منا. الحمد لله حنا ماشي بزاف، شحال هادي باش عندنا الاستقلال؟ هذه 50 عام، ماشي حاجه كثيره، حاجه قليله، ولكن الحمد لله دوك النتائج اللي وصلنا لهم من ناحيه اقتصاديه، لا من ناحيه سياسيه، لا من ناحيه سلميه، في وسط ارض الوطن، ما بين الشعب ديالنا، الريف والسوس. الحمد لله المغرب كله واحد، هو منور سيدنا صاحب الجلاله. واللي قال سيدنا صاحب الجلاله احنا معاه، ولكن هذه الطريقه ديال القباحه، هذه الطريقه ديال التهي مجيد، هذه الطريقه ديال عدم الاحترام، هذه الطريقه ديال الجهوله. الشاب غادي يمشي يشد الصوره ديال الملك يبدا يعوج فيها، يخسر فيها، راه وجههم اللي كيخسروا، ما خصوش وجه الملك، وجههم هما اللي كيخسروا. هذيك الصوره ماشي ديال الملك، الملك عنده التصويره ديالو، الملك راه راجل محترم، راجل مقدس. ماشي المسائل ماشي في يد بيداد ولا في يد التراب ولا في يد شي واحد اخر، في يد الباترون الكبير هو سيد ربي سبحانه وتعالى. انا غادي نجاوبك قبل لا تكمل السؤال. تعامل معاه كمغربي، كيهودي مغربي اللي كيبيع لسيدو، اللي كيبيع للملك، اللي كيعترف بالملك ديالو، هو رئيس الامن واللي بغيتي من الناس الكبار ديال الحكومه الاسرائيليه، ولكن هو باقي مغربي وراه قالها. وحنا تحت الرعايه ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، خصنا نتحبوا بعضنا بعض، وخصنا ندافعوا على بلادنا. هذا هو الشيء المهم اللي كيبين تمغربيت ديالنا. هذا هو. سميتي جاكي الصباغ، انا كنمارس حزان في معبد نبي شالوم في الدار البيضاء، ورئيس نشاط مدرسي يهودي في الدار البيضاء. قبل كل هذا الشيء انا مواطن مغربي ولله الحمد. احنا في الحقيقه تفاجئنا، ولكن مفاجاه مزيانه، و رغم ذلك انا ما كنعتبرش هذا الشيء باش انا شخصيا ما كنعتبرش هذا الشيء باش هو نورماليزاسيون. هذا الشيء غير واحد الحاجه اللي رجعت لاصلها، ماشي شي حاجه اللي عاد يلاه جديده. هذه واحد الحاجه اللي هي كاينه واحد الوقت تحبسات ودابا رجعت لاصلها. بحال شي الدراري كيمشيو من الدار، كيمشيو يقراو ولا شي حاجه، كيغبروا واحد 20 عام وكيعاودوا يرجعوا مع وليداتهم والعائله ديالهم. هادشي اللي وقع هنا في هذا المشكل هذا. كان واحد الوقت داك الشيء كان وقف، ودابا الحمد لله رجع لمكانه ورجع لاصله. هذا هو اللي انا شخصيا كنعتبر. انا كبرت في المغرب، انا 64 عام في السن ديالي، والحمد لله كبرت في المغرب. انا ولد صويره، ساكن في الدار البيضاء، ولكن خلق وزياده في صويره، والعائله ديالي كلها من صويره. والحمد لله كبرنا وعشنا في المغرب عادي بحال جميع المغاربه. ما كاين حتى شي فرق ما بيننا وبين المغاربه الاخرين، يعني اللي ماشي يهود، اللي هما مسلمين، بحال الحمد لله عشنا مزيان وكبرنا مزيان. من الوقت للوقت يكون شي حاجه، ولكن داك الشيء مع كامل الاسف كيتبع بعض الخطرات السياسه كتغلب على المحبه، وبعض الخطرات المحبه كتغلب على السياسه، وداك الشيء غادي شويه وشويه ولكن الحمد لله عمر شي حاجه خايبه ما وقعات. عايشين، عندي صحابي مسلمين بزاف، والمعلقه اللي عندنا ماشي ديال الصحبه، ديال الاخوه مع دوك اللي كنعرف. اللي ما كنعرفش، ولكن دوك اللي كنعرف عندنا معاهم الحمد لله المعلقه ديال الاخوه، والحمد لله كنفتخروا بهذا الشيء. ماشي غير انا بوحدي، هذا الشيء اظن 99% ديال اليهود، باش ما نقولش 100%. هذا الشيء جاري به العمل.
كيف جاتني؟ كاين بكل صراحة كاين جوج ديال الاتجاهات. كاين واحد الاتجاه اللي هو كره هاد التطبيعة، هاد الرجوع للتطبيعة مع المعالقات مع إسرائيل، ومن حقهم هذاك. كل واحد كيدير داكشي اللي بغا وكيخمم، ما نبقاوش نتحكموا على الافكار ديال الناس. وكاين بعض الناس اللي هما فرحانين بزاف عاقبات نظرا. هذه النظريه ديالي انا شخصيا، انا كنتكلم معكم شخصيا، ما كنمثل لا الجاليه اليهوديه لا حتى شي واحد، انا كنمثل غير راسي انا بوحدي. و اظن باش هاد الناس اللي هما فرحانين هما ذكاء شويه، لان ما كيشوفوا الانتريس ديال المغرب ماشي الانتريس ديال شي دوله اخرى. وحنا اللي كيهمنا، انا كيهودي مغربي ولا مغربي يهودي، اللي كيهمني هو بلادي، وبلادي هي المغرب. والحمد لله الى المعالقه مع اي دوله كانت، سواء اسرائيل او دوله اخرى، الى غتجيب شي حاجه اللي هي بوزيتيف، شي حاجه اللي هي مزيانه البلاد ديالي، مرحبا والف مرحبا. علاش غادي نرجعوا هاد الناس هادو؟ علاش اش داروا لينا؟ الا غادي نستافدوا منهم ويستافدوا منا، والمعالقه غتكون مزيانه، والاقتصاد غادي يكبر، وغادي نتعلموا شي حاجه منهم وغادي يتعلموا شي حاجه منا، مرحبا. هذا انا غادي نجاوبك قبل لا تكمل السؤال. تعامل معاه كمغربي، كيهودي مغربي اللي كيبيع لسيدو، اللي كيبيع للملك، اللي كيعترف بالملك ديالو، هو رئيس الامن واللي بغيتي من الناس الكبار ديال الحكومه الاسرائيليه، ولكن هو باقي مغربي. راه قالها بالعربيه، قال انا باقي مغربي وكندوي العربيه، واخا في بلادي، واخا والديا مشاو شحال ديال اسرائيل، انا باقي كندوي بالعربيه ديالنا، وعنده اللهجه العربيه ديال اليهود المغاربه. وهادشي ماشي شي حاجه اللي كتكوماندا، اللي بحال شي واحد ما يمكنش نقول له بغي فلان ولا كره فلان، ما يمكنش. هذه واحد الحاجه اللي كيشعر بها، اللي كنحسوا بها من القاع القلوب، من القاع القلب ديالنا. وملي وقف حداه ما قالوا حتى شي واحد باش يقول شي حاجه. الناس اللي هم في اسرائيل ما كاينش تيقول لهم قولوا لا ديروا لا فعل، ما كيقولوا غير اللي بغاو وما كيدير غير اللي بغا. ملي وقف حدا سيدنا الله ينصرو، راه بايع عليه وقال له الله يبارك في عمر سيدي، الله ينصركم سيدي. راه الناس العالم كله سمع داكشي اللي تقال، وقالوا بالعربيه، ماشي قالوا بالانجليزيه ولا بالفرنسيه، قالوا بالعربيه اللي هي الدارجه ديالنا حنا ديال المغرب، ديال اليهود المغاربه، ولكن الدارجه ديال المغرب. دونك ملي دار داكشي اللي دار، داك الوقت اللي دارو، كان كيعتبر راسو وحس براسو كيهودي مغربي اللي هو كيبيع الملكو. وهذه واحد الحاجه اللي هي طبيعيه. هادشي ماشي جديد يا استاذ، هادشي ماشي جديد، ما كاين حتى شي سر. هذه واحد الحاجه اللي هي طبيعيه. الملوك في المغرب ماشي محمد السادس الله ينصرو ولا باه الله يرحمه ولا جدو، هادشي من جد لجد. دائما كان عندهم مستشارون يهود، ودائما كان عندهم مستشارون ديال داكشي ديال الاقتصاد وديال المال وداكشي، كانوا يهود. ودائما كانوا التجار، واخا كاع شحال هادي كانوا تجار السلطان اللي كانوا هما يهود. يعني المعالقه اللي كاينه ما بين يهود المغاربه، سواء كانوا في المغرب او كانوا في اسرائيل او كانوا في كندا ولا في امريكا ولا بلجيكا، في العالم يهود المغاربه بصفه عامه فين ما كانوا، عندهم واحد المعالقه ديال واحد المحبه اللي هي شويه بارتيكولير، ما خاصه. ما عايش تلقى هذا الشيء مع السلطنه ديال الانجليز. اليهود ديال الانجليز كيحترموا السلطنه ديال الانجليز، الملكه ديال الانجليز كيحترموها، ولكن ما عندهمش هذيك المحبه بحال اللي عندهم الملك ديال المغرب، شكل اخر. وهذا الشيء هو طبيعي. حنا عندنا في الدين ديالنا باش الملك خليفه الله في ارضه، كيخصنا نحترموه، وماشي غير كيخصنا نحترموه، كيخصنا نديرو بكلامه، وماشي غير كيخصنا نحترموه ونديرو بكلامه، كيخصنا ندعيو معاه. وحنا كل سبت كندعيو مع الملك ديالنا الله ينصرو، كنقدموا دعاء لسيدي ربي باش يعفو عليه وباش ينصرو وباش يكبر به وباش الكلام ديالو يكون دايز وباش هذه واحد الحاجه. عندنا الدعاء ديالنا في المصاحف ديالنا ديال الملك، وكل سبت كنقراوه، كل سبت كنرفضوا دعاء لسيدنا سبحانه وتعالى
باش يحميه ويعفو عليه ويعاونوه. هادشي واحد الحاجه اللي هي طبيعيه، ماشي شي حاجه جديده. راه ملي كيف قلتو من قبل في اسرائيل، ملي رجعت هاد المعالقات، راه هذيك الليلانيت راه تصور، انا صيفطهم لشي صحابي، تصور ديال كاين الرايه المغربيه في الحيوط ديال جيروزاليم، ديال القدس، في الحيوط حدا بيت القدس تما كاين واحد الحيط كبير كيديروا فيه دي بروجيكسيون، وكانوا بروجيتاو الرايه ديال المغرب والصوره ديال سيدنا الله ينصرو الرياح، والناس كيدوزو، الناس فرحانين الحمد لله. هادشي جاري به العمل، ماشي هذه اظن 20 عام ولا اكثر، لا ما عاقلش. كان هنا رابين وشيمعون بيريز كانوا جاو واستقبلوهم الحسن الثاني الله يرحمه، ملي كانوا كيدويو، كل واحد كيدوي، كل واحد تيقول فرحتوا بينا كنشكركم. رابين كان رئيس الحكومه انذاك، قال الحسن الثاني الله يرحمه، قال له جلاله الملك انا هنا عندكم، وكان عارف اش كيحسوا عليكم اليهود المغاربه اللي كاينين في اسرائيل. الا تجيو لاسرائيل راه داكشي اللي كتقولوا كيتصنتوا لك انت اكثر من اللي كيتصنتوا لي انا اللي رئيس الحكومه. جلاله الملك حسن الثاني الله يرحمه قص كيضحك، ولكن هذا واقع. سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه كان ذكي، كان سياسي من اعلى الطراز، وكان قال باش اليهود اللي بغاو يرجعوا للمغرب هما مغاربه للحياه، ما عمر الجنسيه ديالهم يمكن لهم تحيد، وعرض عليهم باش يرجعوا. واليهود بزاف ديال اليهود اللي كانوا خايفين باش يرجعوا، لان ما مشاو في دي كونديسيون ماشي شويه مزيانين، بعض منهم ورجعوا، بداو يرجعوا. شجعهم باش يرجعوا لبلادهم، شجعهم باش يجيو يشوفوا بلادهم، والحمد لله. هذا وهاد السياسه باقي كيكملها سيدنا الله ينصرو، وهذا الشيء غادي في هاد الاتجاه هكا. لو كان ما كانش هاد الاتجاه فاش غادي هاد الشيء، ما غاديش نوصلوا لهاد المرحله اللي وصلنا ليها اليوم. هاد الشيء ما وصلنا لهاد الشيء اليوم غير نتيجه، ماشي نتيجه، اكثر من نتيجه. هذا واحد البروسيسوس اللي بدا شحال هذا الشيء، ماشي حاجه اللي بدات البارح ولا السيمانه الاخرى قالوا براق حنا وصلنا الحمد لله كاين تطبيق. هذه واحد الخدمه اللي دارت شحال من عام هذه وغاديه، ويلا عاد النتيجه وصلت. اما راه بدا شحال هذه من ايام الحسن الثاني الله يرحمه، من حقهم. كنهضروا على الجزائر. الجزائر كنهضروا على الجزائر. انا كنفضل كاع ما نتكلم عليهم، غادي غير نخسروا هاد الندوه هذه اذا تكلمنا عليهم. هادوك الناس ما يسواوش، ما عندهم حتى شي احترام، حتى نقولوا عار الجار على جارو. هذه هي يقولوا الكلام في المغرب، عار الجار على جارو. هادو ما عندهم عار، ما عندهم حشومه، ما عندهم حتى شي حاجه. ماشي غير من حقهم ما يكونوش متفقين معنا، حتى حنا ما متفقينش مع بزاف ديال الدول على واحد العدد ديال النقاط، من حقنا ومن حقهم، ولكن بالاحترام. كيخصنا. انا ما متفقش مع بعض الوقت، كاين راجل ومرته ما كيكونوش متفقين، كاين ماشي هذا غادي يبقى يصورها في الحيط ولا يدخل الكوزينه يصورها الصوره ديالها يعوج لها وجهها. ولكن هادو عندهم شي حاجه ما يقولوا المغرب تفضلوا. كاين الوزراء، كاين الحكومه دوي مع الحكومه، درتوا لينا ديتيو لينا دينا لكم، عطيتوا لينا عطيناكم. كاين الطرق ديال الدبلوماسيه وديال القانون، كاين بزاف ديال الطرق، ما كاين. ولكن هذه الطريقه ديال القباحه، هذه الطريقه ديال التهماجيد، هذه الطريقه ديال عدم الاحترام، هذه الطريقه ديال الجهوله. الشاب غادي يمشي يشد الصوره ديال الملك يبدا يعوج فيها يخسر فيها، راه وجههم اللي كيخسروا، ما خسروش وجه الملك، وجههم هما اللي كيخسروا. هذيك الصوره ماشي ديال الملك عنده التصويره ديالو. الملك راه راجل محترم، راجل مقدس بالنسبه لنا حنا، لان ما كنحترموا الملوكيه، كنحترموها، وعندنا في الدين ديالنا باش خصنا نحترموها، موصيين عليها. هذيك التصويره ماشي ديالو، كاين عنده واحد التصويره ديالو زوينه، راه معلقه عندي تماك في المكتب، ماشي هذيك هي التصويره. هذوك الناس ما يسواوش. ما هما دابا بعض الوقت حنا عندنا في المصاحف ديالنا باش الغيره
كيمكن توصل مولاها حتى يقتل بنادم اللي مغيار. هما مغيارين منا الحمد لله. حنا ماشي بزاف، شحال هادي باش عندنا الاستقلال؟ شحال هادي 50 عام؟ ماشي حاجه كثيره، حاجه قليله، ولكن الحمد لله دوك النتائج اللي وصلنا لهم من ناحيه اقتصاديه، لا من ناحيه سياسيه، لا من ناحيه سلميه في وسط ارض الوطن، ما بين الشعب ديالنا الريف والسوس. الحمد لله المغرب كله واحد، هو منور سيدنا صاحب الجلاله. واللي قال سيدنا صاحب الجلاله احنا معاه. هذا هو المشكل اللي عند هذوك الناس عندهم مشكل اللي هما مغيارين منا. اش عندهم في بلادهم؟ الجوع والقباحه واحد التصرف اللي هو ماشي انساني. ماشي بهذا الشيء باش غادي ينجحوا. احنا الحمد لله نجحنا لان ما تابعين سيدنا، لان غاديين من نور الراي ديالو، من نور الحكمه ديالو. والحمد لله وصلنا لبزاف ديال الحوايج اللي هما ومازال الحمد لله غاديين بحول الله وقوته، اللي هما باقي ما وصلوا حتى 10% ديال داك الشيء ديالنا، واش غادي يوصلوا ولا ما يوصلوش. ولكن الا هما بغاو ينقلوا منا الحوايج المزيانين وغادي يوصلوا. لكن يبغاو يتعايروا معنا ويبداو يجلسوا معنا بحال الجاره اللي كتضرب مع جارتها، اللي كتخاصم مع جارتها وكتعاير معها بحال اللي كيديروا هما. ما غادي يوصلوا فين؟ ما غادي يوصلهم فين هذا الشيء. اسمع، انا رجل الايمان، انا كنؤمن بسيدي ربي سبحانه وتعالى. ما كيدير سيدي ربي سبحانه وتعالى غير داك الشيء اللي هو مزيان. الخايب ما كيديروش. هذا الشيء اللي دار ما هو الا مزيان لفائدتنا الحمد لله. لا خصو يتحيد سيدي ربي، هو اللي قادو داك الشيء. ماشي المسائل ماشي في يد بيضاد ولا في يد التراب ولا في يد شي واحد اخر، في يد الباترون الكبير هو سيدي ربي سبحانه وتعالى. ما يحقهم يطلبوا. ولكن التاريخ غادي يورينا واش غادي يدير، ما غاديش يدير. واش غادي يدير باقي لحد الان ما عرفنا. حتى دابا غير كنطرحوا الاسئله، ما عرفناش اش غادي يكون. نشوف ان شاء الله اش غادي يكون، غير الخير والفرحه ان شاء الله. ديك الوقت غادي يمكن نقرروا نقولوا شنو كاين واش ما كاينش. ولكن ما كنظنش، على النظريه ديالي ما كنظنش، لان هذا الشيء ماشي الحوايج ديال اللعب. ماشي حي درجه عطيه، لا عطيه ليه. هذا ماشي تدريت. احنا ماشي في الجزائر، احنا في المغرب. في امريكا هي دوله عظمى، ما كانش اتفاقيه ما بين جو بايدن وترامب. هذه ما غايش نناقشوها. ولكن كاين بعض الحوايج اللي دار ترامب اللي هما مزيانين، وما يمكنش جو بايدن يعاود يتراجع عليهم. ولو كان جو بايدن اللي دار شي حاجه لابد. ترامب مع جو بايدن ما كانوش متفقين، والى يومنا هذا ما متفقينش. ولكن اظن باش كاين شي حوايج اللي داروا لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف اللي هما مزيانين ومتفقين عليهم الاطراف بجوج. ولكن ما غاديش يقولوها مع كل واحد عنده شويه ديال الكبر، ما يبغيش يبين الاخر باش هو ما بغاش يعترف ليه باش دار مزيان. ولكن ترامب دار بزاف د الحوايج اللي هما مزيانين. مش شكون قال باش ترامب ما دارش حوايج مزيانين؟ دار عدد ديال الحوايج اللي هما مزيانين. هذاك اللي كانوا كيقولوا باش ما مزيانش وما يوصلش وما يديرش وما يفعلش، راه بالفعل راه خلى واحد شي حاجه مزيانه. الحمد لله اعترف بالصحراء بان ما هي مغربيه. انا كنقول باش ليه الوقت بزاف، تسنى 4 سنين باش يعترف. كان خصو يعترف ملي جا البيت الابيض، كان خصو يعترف باش الصحراء مغربيه. والصحراء مغربيه بدون شك. عندي فكره على اللي غادي يكون، ما كيعرف غير سيدي ربي سبحانه وتعالى. ولكن هذاك الشيء اللي سمعت وبعض الحوايج اللي هما شفتهم، كاين بزاف ديال اليهود جاو من اسرائيل ومن امريكان ومن كندا، جاو هذه واحد الشهر تقريبا، وكانوا عندهم كان عندهم مواعيد واجتماعات في بعض الوكالات اللي هما تابعين وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة، وطرحوا واحد العدد ديال النقاط اللي غادي يكونوا اظن ان شاء الله لي باز اساس ديال المعالقه وديال الاستثمارات المقبلين ان شاء الله بحول الله. هادشي كيتعلق بالسياسه اللي هو
قد على شي حاجه، ولكن بالمعقول، ماشي يترشح باش يقضي غرضه ولا باش يكون عنده معالقات الاصحاب وداك الشيء، باش كان عنده تدخلات. ايوا قد على شي حاجه ويقدر يدير شي حاجه لبلادو، مرحبا نصفقوا ليه. لكن الا بغى يجي يخدم المعقول، بيان سور اليهود المغاربه هما مغاربه 100% كما جميع المغاربه. اذا كاين شي حزب اللي بغاهم، ولا الا هما بغاو يمشيو لشي حزب، الا كيتابعوا لشي حزب نظرا للافكار ديالو الايديولوجيه ديالو، يمشيو. واذا كانوا كابابل افتح، بيان سور، علاش لا. خصنا الحمد لله نكونوا خوت ونتحبوا بعضنا بعض. احنا الحمد لله كنا مغاربه، والديانه كما قلت البارح في واحد الاذاعه، الديانه هي بحال واحد الجزء من، نظرا هذه النظريه ديالي، هي واحد الجزء من القوى المسلحه. كاين عندنا الشيف ديتا ماجور هو سيدنا الله ينصرو، ولكن تحت منه كاين لارمي دو تير، كاين لافياسيون، كاين لا مارين، كاين لي طانك، كاين دوك اللي كيجريو، كاين. والشيف ديتا ماجور رئيس الاركان هو سيد ربي سبحانه وتعالى. والديانات واحد لا مارين، احنا ما كنعرفوش شكون هما اللي في لا مارين، واش اليهود ولا المسلمين ولا النصارى، اين ديانه، وشكون هما اللي في لافياسيون، وشكون هما باراشوتيست، وشكون هما. وحنا تحت الرعايه ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، وخصنا نتحبوا بعضنا بعض، وخصنا ندافعوا على بلادنا، خصنا ندافعوا على بلادنا. هذا هو الشيء المهم اللي كيبين تمغربية ديالنا. هذا هو الشيء المهم باش ندافعوا على بلادنا، واللي ما يبان لنا غير المغرب وملكنا الله ينصرو. والسلام عليكم.